هذا يا جماعة أخطر طعام على وجه الأرض. هذا ما يسمى الجبن السائل. وش مكوناته؟ هذا أصلا حليب سائل متجبن بفعل مواد كيميائية. ليه يصير طري كذا؟ ليش طري؟ عشان المواد الكيميائية اللي حاطينها عليه. على كلام هيئة الدواء والغذاء نسبة الدهون فيه 75%، يعني زيوت، دهون مشبعة 75% منه. ترى هذا مو جبن نهائيا، ولا فيه أي فائدة تذكر. هذا نسميه الزيت السائل الأبيض. تدرون الجسم يستغرق عشان يتخلص من الدهون المشبعة الموجودة في هذا الجبن من 3 إلى 10 أيام. تخيل، ملعقة كبيرة من الجبن هذا تعادل ملعقة صغيرة من الزيت. كأنك تشرب زيت، كأنك قاعد تشرب زيت صافي. إذا كنت تأكل هذا الجبن بشكل يومي انتظر هذه الأمراض لا سمح الله. 1 أمراض قلب، 2 أمراض شرايين، كوليسترول، ضغط، سكر، وأمراض الكبد. في دراسة تقول زيادة نسبة سرطان الثدي للنساء بنسبة 50% بسبب الجبن السائل. وأيضا دراسة تقول زيادة نسبة سرطان البروستاتا للرجال بنسبة 50% بسبب هذا الجبن السائل. في أوروبا وفي أمريكا الجبن السائل هذا ما ينباع إلا في البقالات العربية عندهم. أتوقع بعد ما شفتوا المقطع هذا ما راح تعطونها عيالكم ولا أي شخص يعز عليكم.